تعرفوا إن أكتر مشاريع عملتها وكانت مربحة جدًا هي اللي عملتها بزيرو رأس مال؟ تعالَ أحكي لكم حكاية المشروع اللي بدأته ب20 جنيه بس وكان مشروع مربح جدًا. في سنة 2008 يعني من حوالي 18 سنة. في الوقت ده أنا كان عندي 19 سنة. ما كانش عندي خبرة في حاجات كتير. وكنت قاعدة زهقانة ومش عارفة أعمل إيه، ففكرت إن أنا أعمل مشروع كالعادة، يعني أنا كل ما أزهق باطلع بمشروع. المهم فكرت إن أنا أعمل صنف حلويات وهبيعه للسوبر ماركت كلها. مش هبيع للناس، يعني هبيع بالجملة. الغريب بقى ان انا اصلا ما كنتش عارفة ان الصنف ده بيتعمل ازاي، ولا عندي خبرة تماما فيه، ولا كنت عملته قبل كده اصلا. الغريب بقى ان انا اصلا كنت كمان مش عارفة اسمه. الصنف اللي انا كنت عايزة اعمله هو اسمه اصابع زينب، ده الاسم الحقيقي، بس احنا كنا بنقول عليه بلح الشام، يعني الاسم الدارج بتاعه اسمه بلح الشام. أما اسمه الحقيقي في الكتب كده في وصفات الطبخ اسمه أصابع زينب. فأنا ما كنتش عارفة إن في حاجة اسمها أصابع زينب أصلا. فطبعا وقتها ما كانش فيه انترنت ان انا اتعلم من عليه مثلا الوصفة لو عايزاها او كده، فكان صعب جدا ان انا اتعلم حاجة انا كمان مش عارفة اسمها ايه. قعدت بقى ادور في كتب الطبخ عن بلح الشام. الطريقه مش داخله دماغي، مش حاسه ان هي دي طريقه البلح الشام اللي احنا بناكله، اللي احنا بنشتريه وبناكله. فالمهم معرفتش اوصل للطريقه، بس عرفت بالصدفة إن خالته اللي هي مسافرة العريش يعني في شمال سينا عارفة الطريقة. فأنا بالصدفة كنت رايحة لها في الوقت ده، يعني رحت هناك وفعلا خالته علمتني الطريقة. ورجعت علشان أبدأ، كنت صرفت أصلا الفلوس اللي كانت معايا في السفرية ومش معايا فلوس إن أنا أبدأ المشروع. المهم رحت رايحة لبابا قلت له أنا عايزة 20 جنيه. طبعا بابا وماما كانوا رافضين المشروع خالص، يعني رافضين إن أنا أدخل في حاجة معرفش عنها حاجة أصلا، فكانوا رافضين فكرة المشروع. المهم ما جادلتش معاهم كتير وما قعدتش اتكلم كتير. انا خدت من بابا 20 جنيه على اساس هجيب حاجة لنفسي. 20 جنيه في الوقت ده يعني احنا بنتكلم في حوالي 18 سنة، يعني كانت عاملة دلوقتي زي 200 جنيه، يعني هي مش رقم كبير وبرضو هي ايه، ما كانش صغيرة قوي. الجنيه وقتها جابت لي كيلو سميد، وجابت لي 100 طبق فل، وجبت كمان بكرة ستريتش رول علشان أغلف بيها الأطباق، وطبعت ورق مكتوب عليه تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء، ويعني عملت كده إيه قاعدة للمشروع. المهم روحت البيت بعد كده بقى دخلت مطبخ ماما. طبعا أي مطبخ بيبقى موجود فيه زيت وسكر ودقيق، ما كنتش محتاجة أكتر من كده، بالإضافة كمان للخميرة. فالمهم الحاجات دي طبعا ايه موجودة في المطبخ. عملت طبق واحد بس من بلح الشام. انا عملت ليه الطبق ده؟ اول حاجة علشان اوري ماما ان انا هو يعني اتعلمته وانا هعرف اعمله، وتاني حاجة علشان احسب التكلفة بتاعته واحسب هو انا لو عملته كمشروع هيبقى مربح ولا لا. فالمهم عملت طبق كده ونزلته لماما. ماما يعني دقته قالت لي ده جميل جدا، وماما يعني لما شافت ان انا عاملاه كويس وقتها بقى اقنعتها بالمشروع. حاجة تانية بقى ان انا كمان حسبت التكلفة وحسبت انه لو اتباع هيبقى فيه ربح قد ايه، وقلت لماما ده مكلفني كذا وممكن يتباع بكذا. فالمهم يعني ايه اقنعتها. المهم بدأت ان انا اعمل اطباق بلح الشام وعملتها كويس جدا. بس عايزة اقول لكم حاجة، انا صحيح بدأت في الاول ما كنتش عارفة واتعلمت، بس انا في الاول ما اتعلمتش كل حاجة. ليه؟ لان لما تتعلمي مشروع كده في بدايته او تتعلمي صنف او حاجة، لما تعمليه لبيتك غير لما تعمليه وتنزلي بيه في السوق. انت هتعملي حاجة مش هتتاكل في وقتها، انت هتعملي حاجة ممكن تتركن عند السوبر ماركت باليومين والتلاتة. فطبعا في حاجات انا اتعلمتها بقى مع الوقت. عشان كده في القصة اللي فاتت في الفيديو اللي فات كنت بقول لكم على شيماء ان اكتر حاجة انا استفدت منها لما قالت ان هي كل يوم في الشغل بتتعلم حاجة جديدة. فعلا انت ابدأي الشغل حتى لو الخبرة بتاعتك زيرو،
ابدأي الشغل وكل يوم هتتعلمي جديد، وهتعرفي أسرار جديدة في الشغل، وهتعرفي تسوقي ازاي، وهتعرفي ده نضيف له ايه زيادة. فأنا مثلا لما عملت بلح الشام، من الحاجات اللي أنا ما كنتش أعرفها إن الشربات لازم أحط له عسل جلوكوز. احنا في البيت لما بنعمل صنف لينا حلويات مش شرط إن احنا نحط عسل جلوكوز، لأن احنا هناكله في خلال يومين. لكن العسل الجلوكوز لما اتعلمت بعد كده ان هو لازم يتحط على الشربات. ليه؟ لان انا في مشكله واجهتني في بلح الشام لما بدأ ان هو يتوزع على السوبر ماركت. وطبعا انت لو عايزه تعملي اي صنف ويتوزع على السوبر ماركت، ده بيبقى مش انت اللي هتنزلي توزعي. ممكن انتي، بس الافضل ان انتي تشوفي موزع مواد غذائية بيوزع اي نوع من المواد الغذائية، وتتفقي معاه ياخد شغلك ويوزعهولك هو، وهو ياخد نسبة. ده طبعا بيبقى سوق اوسع جدا، وفي حد هيشيل عنك عبء التسويق، وهيبقى الموضوع سهل وبسيط جدا. طبعا الموضوع ده النهارده زي ما انا قلت لكم الدنيا اتغيرت وبيبقى فيه اجراءات زياده شويه. المهم احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على ان انت من اللا شيء ممكن تعملي فلوس. نرجع بقى لموضوعنا. الغلطة اللي واجهتني لما نزلت بلح الشام بتاعي في السوق وقتها، او اصابع زينب يعني، وقتها قابلتني مشكلة انها لما بتقعد يومين كده بتلاقيها بهتت وبقت باهتة، وتحس ان هي معمولة من زمان، مركونة، مش فيها لمعة. طيب ايه اللي بيخليها تحتفظ باللمعة دي وكأنها لسه طالعة طازة دلوقتي، كأنك لسه عاملاها دلوقتي؟ هو العسل جلوكوز على الشربات. لازم تحطي عسل جلوكوز. واتعلمت الطريقة من محل بيبيع بلح الشام. سألته عن يعني قلت له ان انا بعمل وكده الصنف ده، بس في مشكلة كذا كذا. هو ربنا يبارك له وقتها ما استخسرش فيا المعلومة، وقال لي ان هو بيحط عسل جلوكوز على الشربات، هو ده اللي بيخليها مقرمشة اكتر، وبيخليها تفضل محتفظة بلمعتها كأنها لسه معمولة حالا حتى لو قعدت كذا يوم. وعلمني حاجات كتير. يعني علمني مثلا في بلح الشام ان انا ما اسيبهوش يخمر فتره طويله، ان انا لا، ان انا اقطع يا دوب. قال لي يا دوب تغسلي ايديكي 5 دقايق وابدأي شكلي العجين. حاجات كتير واسرار كتير اتعلمتها. كل ما يعني وانتي شغاله في اي مجال هتلاقي نفسك مع الوقت بتتعلمي، بيتفتح لك فرص قدامك، وهتلاقي ناس ما كنتيش متخيله ان الناس دي ممكن تفيدك بمعلومه. هتلاقي كده طرق انتي ما كنتيش عامله حسابها خالص، هتلاقيها بتتفتح لك. فربنا شايف سعيك، وربنا اكيد هيفتح لك ابواب رزق لما يشوف ان انتي بتسعي ان انت تعملي فلوس بالحلال. طبعا بقى الحاجة اللي كانت بتتباع طبعا بتجيب لي فلوس، فببدأ أعوض الحاجة اللي أنا كنت واخداها من المطبخ. كنت بفضي المطبخ أصلا من الزيت والسكر والدقيق والحاجات دي، فكنت ببدأ إن أنا أشتري جديد وأزود، أشتري جديد وأزود، أشتري الحاجة اللي هي بتاعت ماما ارجعها لها تاني وازود حاجات ليا بقى. بدأت في فترة قصيرة جدا بقى عندي باكيتات سكر، بقى عندي شكارة الدقيق 50 كيلو، بقى عندي السميد اجيبه مثلا ب10 20 كيلو. بدأت ان انا اجيب عسل جلوكوز كمية، اجيب الزيت، اجيب جراكن كبيرة، اجيب مثلا 2. كان الجيركن مش عارفة تقريبا 16 كيلو، مش فاكرة 10 كيلو حاجة كده مش فاكرة. بس بدأت ان انا اجيب الحاجة بالكميات. كل ده من ما فيش، كل ده ان انا كنت اصلا مستلفاه من المطبخ بتاع ماما. ف عايزة اقول لكم طعم النجاح بيبقى حلو جدا. لحد النهاردة انا كل ما افتكر القصة دي ان انا من يعني فلوس يعتبر ما فيش، عملت حاجة بسيطة جدا بزيرو خبرة، بزيرو رأس مال. وعايزة اقول لك حاجة مهمة، انا في الاول خسرت كتير. يعني انا لما بدأت المشروع كسبت شوية، وبدأت اشتري خامات زيادة، وبدأ الدنيا معايا تبقى مظبوطة. بدأت علشان انا برضو ما عنديش خبرة كفاية في المنتج اللي انا بعمله. بدأت يعني يحصل اخطاء كده مش مقصودة، الاقي نفسي بخسر، الاقي نفسي المنتج بيبوظ مني. لان زي ما انا قلت لكم
انه لما تعملي حاجة لنفسك في البيت هتعملي طبق، هتعملي طبقين، غير خالص لما تعملي كمية مطلوبة منك. فخسرت كتير في الاول، بس كنت بفضل اصلح اللي انا يعني بحاول اتعلم وبحاول اسأل وكده. وفي الوقت ده كمان رغم ان كان علشان اسأل على معلومة او اجيب معلومة كان صعب جدا، ولكن الحمد لله قدرت بفضل ربنا ان انا اعمل حاجة في فترة قليلة. على فكرة انا المشروع ده عملته فترة صغيرة، يعني الفترة دي كنت فاضية فيها، ولكن هو ما كانش بالنسبة لي مشروع اللي هو انا عاملاه يعني مشروع العمر او كده. انا بطلته علشان سببين. اول سبب انه كان بالنسبه لي زي ما قلت لكم، انا كان عندي اهداف تانية في الفتره دي، فكنت بسعى لها، اهداف ان انا اتعلم حاجات تانية. لكن الفتره دي كنت فاضيه، قلت ما اعمل حاجه كده تسليني. وكمان انا بحب اصلا ان انا اعمل مشاريع حتى لو مش هستمر فيها، بس انا فكره مشروع ان انا اعمله وانجحه دي بالنسبه لي بحب ان انا اعملها، لدرجه ان انا فكرت ان انا اشتغل يعني شغلانه كده اللي هو اعمل مشاريع للناس واكبرها لهم وكده. مش ان انا اعمل مشاريع لنفسي انا، لا، ان انا اساعد الناس في ان انا يعني ان هم يعملوا مشاريع، واساعدهم في التسويق واساعدهم في الاداره والحاجات دي كلها. تاني حاجة بقى خلتني أبطل المشروع وما فكرش إن أنا أعمله تاني، ان كان ريحة الزيت بتخنقني. ده طبعا حله بسيط، ولكن انا ما كنتش فاهمة وقتها. الشفاط في مطبخ ماما كان بايظ فما كانش بيشتغل، فانا ما كنتش فاهمة ان ريحة الزيت دي لو شغلت شفاط او غيرت الشفاط ده الريحة دي مش هتخنقني بالطريقة دي. فدي اكتر يعني حاجة برضو خلتني ان انا يعني نفسي اللي هو خلاص مش قادرة ان انا اقف تاني اقلي بلح الشام في زيت او اصابع زينب في الزيت. طبعا رغم الخسائر اللي انا عملتها في الاول في المشروع، بس المشروع بعد كده لما اتعلمت المنتج ان انا اعمله يعني صح، بقيت محترفة فيه جدا، وبقى ليا سوق كبير قوي، وبدأ يعني يبقى فيه طلبات كتير قوي، لدرجة ان في شركة بعد كده او مصنع بعد كده قال لي اعملي لينا وهاتلنا. اعمل لهم اوردرات، يعني لان هم بيشتغلوا في انواع تانية مش بيشتغلوا في اصابع زينب دي. فلما ضاقوا قال لي اعمل لنا وهاتلنا. بس للاسف زي ما قلت لكم انا كان عندي هدف تاني خالص في الفترة دي. يعني انا كنت اصلا خدت معهد سنتين وكنت بادئه ان انا عايزة اكمل جامعة، ما كانش هدفي خالص الشغل في الفترة دي، أنا كنت مجرد إن أنا بسلي نفسي. فدي فكرة مشروع من المشاريع اللي أنا عملتها وكانت مربحة جدا. لو بتفكري تعملي مشروع وما عندكيش فكرة، ما عندكيش رأس مال، ابدأي من مطبخك بصنف واحد بس، اتعلمي الصنف واعمليه كتير لنفسك في البيت، وحاولي ان انتي تبدأي ان انتي تعمليه. وممكن دلوقتي سهل جدا ان انتي تسوقي للناس اللي حواليكي وللمكان اللي انتي عايشة فيه كله. بقى التسويق طبعا اسهل يعني بكتير من زمان. فصنف واحد بس، ممكن تعمليه كوكيز، ممكن تعمليه دونتس، ممكن تعملي في أصناف كتير جدا ممكن تعمليها وتنجحي فيها وتبيعيها للناس اللي حواليكي. دي أبسط حاجة ممكن تعمليها لو مش عارفة يعني تعملي، أو مش عارفة تشتغلي خالص وعايزة تعملي بيزنس خاص بيكي. يا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم، وأشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.